ما اسم خازن الجنة؟ رضوان. خازن الجنة الملك رضوان. ما اسم خازن النار؟ النار. آه معرفش. لا مش عارف مين. أديلك اختيارات. اه. مالك، مأهيل، عزرائيل. عزرائيل ملك الموت. صح كده. عزرائيل ملك الموت. ما أنا بديلك اختيارات. بس مش ملك النار. ملك الموت. مم. طب مين فيهم؟ اللي هو عزرائيل ومين تاني. مالك، مأهيل. ممكن يكون يبقى هو ملك مأهي وملك الموت اللي هو عزرائيل. صح كده. جواب نهائي. اه. هو ده هو ده. جواب نهائي. جواب نهائي. الإجابة مالك. ملك اسمه مالك. اللي هو خازن النار. خازن النار. اه. سبحان الله. ما هو اسم خازن النار؟ لا اله الا، اعوذ بالله. خازن. ربنا يعفينا من النار. اديني اختيارات، ربنا يعافينا من النار، اديني اختيارات. معرفوش. مالك. هو بتدينا 3 اختيارات. أديلك اختيارات يعني. ماشي. مالك، محجوب، متائيل. لا، ميكائيل. ميكائيل. ما هو ده اللي بيكيل عليهم نار جهنم باذن الله. ميكائيل. آخر كلام. ميكائيل. متأكد ليه كده؟ ها. متأكد ليه؟ والله انا بخمن على حسب الاسم، خلي بالك. بخمن على حسب الاسم. ميكائيل، ايوه ميكائيل. بس الواحد بينسى، ما كنا بناخد دروس والكلام دوت بننسى. الواحد بيفتكر. احنا لازم نذكر بعضنا، ما كل حاجة بتتنسي. الحمد لله بتتنسى، ايوه والله. كنا بناخدها في المدارس زمان، ايوه الحكايه دي. ميكائيل. طيب الإجابة خاطئة. خطأ، لا حول الله يا رب. يبقى محدوب. يبقى محدوب. محدوب. امال الاسم التالت كان ايه؟ فكر. محدوب. تعالي سجلي. محدوب. مش عارف والله، مش فاكر. محدوب، انت قلت محدوب ومين تاني ومالك. يبقى مالك. مالك. آخر كلام. ما خلاص كده احنا فسر، يبقى مالك. مالك. شكرا. ما اسم خازن الجنة؟ اسم خازن الجنة. لا مش عارف. مش فاكر صراحة. اسم خازن الجنة. لا، للأسف مش عارف. اسم خازن الجنة. ما عنديش خلفية للأسف. طيب ما اسم خازن النار؟ اسم خازن النار. عزرائيل. إسرافيل. لا ممكن برضه. لا مش فاكرها أوي صراحة. أديلك اختيارات. ما اسم خازن الجنة؟ رضوان، عثمان، عفان. رضوان. اسمه إيه؟ عفان. هو عفان. جواب نهائي وأخير. اسمه إيه؟ عفان. جواب نهائي وأخير. رضوان. تجاوب وتقول ده النهائي. تمام خلاص، النهائي هيبقى عثمان. النهائي هيبقى عثمان. طب غلط. هديلك طب اختيارات لخازن النار. مالك، جبريل، ميكائيل. 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 آخر كلام. هو ميكائيل. قلنا جبريل وميكائيل. ملك. جواب نهائي.
مالك. جاوبنا هي كده خلاص. وهخليها جبريل اخر كلام. اخر كلام. اه. طب انت ليه بتتردد؟ اعتقد عشان بس كان عندي معلومات فالمعلومات مش جايه كلها مع بعض فبتردد في كذا. لا، واثق الخطى يمشي ملكا، وكمان لازم يكون عندك ثقة يعني انت جاوبت كذا مرة صح، فلازم يكون عندك ثقة اصلا في اجابتك. دي حقيقه انا بس هي مجرد معلومات فهي معلومات بنساها وفي نفس الوقت بحاول ان انا افتكرها يعني. يعتبر مش كلها او ملم بيها بس بحاول يعني.